مبروك يا اهلاويه. مبروك. خدت زيزو، خدت بن شرقي، المحله خدك ورا مصنع الكراسي. طبعا ما ننساش نبارك لاخواتنا الاهلاويه بعد الفوز على غزل المحله بنتيجه 0-0. فوز مهم جدا جدا بعد اداء مميز جدا جدا من الاهلاويه تجاه غزل المحله. خلينا اقول لك، او يعني خلينا نسيب شويه الضحك شويه ونقول لك احداث المباراه وتفاصيل مهمه في المباراه. النادي الاهلي في الشوط الاول ضغط مهم جدا جدا. خوسيه ريفيرو بيمارس الضغط ويمارس هوايه الضغط على اي فريق بيقابله من بدايه الدوري حتى الان. في الثلاث جولات الراجل شغال بضغط عالي، شوط اول شوط ثاني. ولكن كابتن رضا عبد العال شابوه شابوه شابوه، يعني اليوم بيرتدي يعني ملابس الاجاده كمدير فني، عارف نظام اللي هيلعب بيه، دارس خصمه بشكل كويس جدا جدا. الكابتن علاء عبد العال اليوم بعد ما وصل الاستاد، طبعا استاد غزل المحله، قال لي سواق الاتوبيس لا ما توقفش هنا، روح اقف لي قدام الجون جوه. الراجل يعني اليوم عنده منظومه دفاعيه بشكل كبير جدا جدا. علاء عبد العال اليوم بيعمل اداء مميز جدا جدا دفاعيا، وعلى مستوى الهجوم نسبيا يعني تقدر تقول الهجمه المرتده الوحيده اللي راحت لهم. وكمان كره جريندو في اخر المباراه كانت مهمه جدا جدا، لو جات كانت هتفرق مع غزل المحله وهتفرق مع الزمالك حال استغلال الوضع، وهتكلم معاك ازاي الزمالك استغل الوضع. بالنسبه للاهلي وخوسيه ريفيرو في الشوط الاول طبعا ما شفناش اي هجمه من غزل المحله غير هجمه واحده بعد الضغط الاهلاوي المكثف بشكل كبير. كمان عندنا برضو اليوم تألق بشكل لافت او ملفت للانظار من اكتر من لاعب في النادي الاهلي، سواء طبعا كريم فؤاد اللي لعب على الجبهتين اليسرى واليمنى في الظهيرين بالنسبه للنادي الاهلي. والراجل اليوم عمل مباراه مهمه ومباراه دفاعيه وهجوميه تقريبا بشكل قوي جدا جدا. كمان خلينا نتكلم معاك بالنسبه للبالونه. البالونه ضيع كوره مهمه جدا جدا للاهلاويه في تقريبا بعد الدقيقه 60، كانت هتفرق بشكل كبير، وخطا قاتل وهو الخطا الوحيد من دفاع غزل المحله في الدقيقه 60 من بدايه الشوط الثاني. طبعا الكره دي كانت هتفرق مع الاهلاويه بشكل كبير جدا جدا. لو كانت سجلها البالونه برجله الشمال كانت هتبقى ضربه قويه جدا جدا للمحلويه. فطبعا كل التوفيق للمحله فيما هو قادم بعد التعثر يعني الاهلي غزل المحله خلى الاهلي يتعثر في نقطتين مهمين جدا جدا. لو نادي الزمالك استغل الاخطاء دي، او نادي الزمالك استغل ان الاهلي تعثر في مباراه مودرن سبورت وتعثر في مباراه المحله اليوم، باذن الله الزمالك هيفرق معاه بشكل كبير، خصوصا وانه المنافس الاول والوحيد على لقب الدوري. زي ما انا متاكد ان الاهلي هو المنافس الوحيد على لقب الدوري بينافس نفس الراجل، فهو طبعا الاهلي انت يعني الخصوم سواء مودرن سبورت او حتى غزل المحله اليوم بيساعدوا الزمالك انه ياخد الدوري. فانت عليك كزمالك ان انت تستغل تعثر او منافسينك سواء الاهلي او بيراميدز برضو تعادل مباراتين فامام وادي دجله وامام النادي المصري، والاهلي كذلك تعثر مباراتين، فالفريقين خسروا كم من نقاط كبير. انت بتتكلم على اربع نقاط من مباراتين تعادل لكل فريق، طبعا الاهلي وبيراميدز. فالزمالك عليه انه غدا امام فاركو يستغل كل الاخطاء، يستغل الزمالك اداء اللي هو يعني ممكن ما يكونش مميز من فاركو، او يمكن فاركو ممكن يوصلك الدفاع زي غزل المحله اليوم مرسه للاهلي. فانت كزمالك عليك ان انت تبقى حريص بشكل كامل عشان تجيب الثلاثة بونت وتركب الدوري من بدري عشان بعد كده لما خصومك يتعثروا فانت تبقى مركز وكامل التركيز ان انت تحصل الثلاث نقاط عشان تركب الدوري من بدري. وان شاء الله الدوري يكون زملكاوي في الموسم الحالي. وكل كل التوفيق لنادي الزمالك فيما هو قادم، وكل التمنيات بالتعثر للحصالة الحمراء فيما هو قادم من بطولة الدوري، وده اكيد هيكون لصالح نادي الزمالك. شكرا لكم، وابقوا سلموا لي على اخوكم البالونه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.